برا البيت. اليوم عصام فايق على بكير، جاي الشركة مرة تانية، عاملين لنا بلور ريفيلا وشايفين ايه ها. عم لكم ايه ها، هي النظافة والقطافة. قام اتصل عصام، شكله شافني صحيت قام دق لي تليفون. فهو فايق كتير بكير لانه دقت له الشركة، اجوا تقريبا على الساعة 8. رجعوا سووا لنا الفيلا كلياتها من اول وجديد، لانه امبارحة لما اجوا قلت لكم ما كان شغلهم منيح، وعصام قال لي شغلهم مو تمام. فالمهم جايين اليوم مرة تانية ورجعوا سوونا البلور من برا كلياته. عن جد هلا صارت تلمع. واخيرا واخيرا الفيلا نطفت من برا يا جماعة، واخيرا البلور تلمع يا جماعة. لو تشوفوا قديش قال له لعصام لك عم يلا سوي لنا اياها، يلا حجز الشركة، يلا حجز الشركة، وهو يقول لي يلا 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 يلا، لانه هو في شركة انه على الاساس هو بيتعامل معها. انا اقول له طيب انا ادق للشركه، انا يقول لك لا خلاص انا انت شو بدك انا بظبطك اياها. وكل مره ياجل كل مره ياجل، بس واخيرا الحمد لله انعملت الفيلا. هلا صارت حتى البرندة اللي فوق اذا بدها تجي المرجوحه بتجي على نظافه، يعني غير شكل. عرفتوا كيف؟ طمنوني عنكم انتم اليوم، شو اخباركم؟ فايقه مصحصحه اليوم لانه شبعانه نوم. صحيت مع الاولاد طبعا لما راحوا على المدرسه، وبعدين كل ما فيق الاولاد وبيروحوا على المدرسه بعدين بقلق. مدري شو بيصير لي، انه ما فيني انا ارجع انام. هلا عصام اذا فاق وبده يكفي نومته ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه انه دغري بيخفى. انا لا، بس اصحى يعني مثلا اذا بدي ارجع انام مره تانية بطول وبقلق، ما فيني انه ارجع اغفل بسرعه، يعني انه نام بسرعه. ايه، فهو فاق على بكير وخلصوا هن الفيلا بعدين طلع. شايفين كيف شعراتي من تحت؟ انا هذا اللي عم لكم عليه، تحسوهم هيك مكسرين، شايفين؟ يعني شعراتي بالعادة مو هيك، فما بعرف ليش هيك عم بيصيروا. علما امبارحة لما نمت يعني ما كانوا شعراتي مبلولين، لأنه بعد ما تحممت ما نمت دغري، ضليت سهرانة يعني. سهرنا منيحة امبارح، بس ما بعرف ليش هيك عم بيصيروا شعراتي، مضايقيني بصراحة. طرف أكتر من طرف، شوفوا طبعا مالي مسرحتهم، وحتى لو سرحتهم إنه ما بيضلوا هيك. أنا حذروا شو عم فكر، صار لي فترة مغيرة نوع الشامبو اللي أنا بستعمله، فشكله نوع الشامبو الجديد ما زبط لشعراتي، فلهيك ما في غير هذا الحل. عرفتوا؟ لأنه من لما غيرت، هلا عم بتذكر، من لما غيرت الشامبو تبعي صاير هيك شعراتي عم يعملوا. اليوم بدي انزل اشتري شامبو يكون منيح. بدي انزل اليوم على المول كمان، لازمني كم شغلة، لازم انزل على سيفورا، لازمني غراض. فبس انزل بدي اشتري شامبو وبدي اشتري كريم للشعر، لانه انا عم حط بس زيت. في كمان نوع يعني انواع من الكريمات بتحطون على شعركم بيكون مبلول، بعد ما تحمموا بتحطوا مثلا شوية كريم ونقطتين زيت بتخلطوهم مع بعض وبتحطون على شعركم، كتير منيح. كان عندي منه بالزمانات، بدي اشتري مرة تانية منه. فهو هيك يعني. شو مشاريعكم اليوم انتم؟ عم بشرب قهوتي انا. هلا شوي تانية، لا مو شوي تانية، لسه في وقت يجوا ادم وليا من المدرسة. ادم وليا بخلص دوامهم على الساعة 12 ونص، بس مو بيجوا بالباص فبياخدوا شوية وقت، فلهيك بيجوا بعد الساعة 12 ونص. تخيل قلبهم قدموا لي يوم كل ما بيجوا tomorrow في سكول بدهم يأمنوا انه بكره حيجي يوم الميلاد ولا لا. قدموا ليومي فعليا هن يوم الاثنين طبقوا ال5 سنين، يعني يوم الاثنين كان يوم ميلادهم 10 11، بس اجلناهم 4 ايام، 3 4 خميس جمعة، ايه 4 ايام. شوفي هلا انا بالنسبة لإلي مستحيل مستحيل نام بالنهار، ما بحب نومة النهار ابدا، وما بقدر انام اصلا. يعني انا من طبعي انه ما فيني نام لينطفوا كل الاضويه، ليتسكروا الابواب، ليكون ما في ولا صوت لاقدر نام. شوفي احيانا مثلا باخذ لي غفوه، بس تكون انه انا كتير تعبانه، يعني فارطه من التعب. مثلا اذا كنت شوي مريضه، شوي تعبانه، او مالي نايمه نهائيا، يمكن اخذ لي غفوه بالنهار او اقدر نام. اما مثلا حتى لو متاخره بالنوم وفايقه على بكير ومالي نايمه منيح، ما بقدر نام بالنهار. هلا عصام عكسي عادي، عنده كتير غفوات بالنهار،
بنام له مثلا احيانا ساعه ساعتين بعد الاكل. انا لا، ما فيني، ما بقدر. هاي يعني العاده فيني، ما فيني ابطلها خلص، ما فيني انام بالنهار. ايه بس اما بالنسبه للنوم يعني فيك تقولي انه انا نحن ما بننام كثير. حتى اللي حوالي بيقولوا لي انه انت نومك قليل، ما بتنامي منيح. هلا انا مثلا امبارحه امتى نمت؟ على الساعه 3:30 تقريبا، هيك شي. فقت الساعه 6:15 لما راحوا الأولاد على المدرسة، ورجعت نمت على الساعة 7:30 الصبح لقدرت أرجع أخفى بعد ما راحوا هنن. شمسي عالية يعني إنه متأخرة بالنوم أحلى شيء. امبارحة ضحكتني وحدة، أقسم بالله فرطتني من الضحك. قالت لي إنه أنا كنت مفكرة لما بتقولي شمسي عالية هي إنه ببالها إنه أنا عم بشكر من نفسي. قالت لي أنا شكلي يعني واصلة ليفل كتير عالي، مفكرة إنه أنا يعني عم بشكر من نفسي إنه شمسي عالية. شمسي عالية يعني متأخرة بالنومة. هلا عصام هو صحي لأنه أجت الشركة عم تنظف البلور، فهو صحي معه. اما انا شو بدي عادي ضليتني نايمه. انا سمعت انه هن اجوا الشركه، بس انا على الساعه 7:30 اصلا لخفيت. فلما اجوا حسيت انا، بعدين قلت يلا يلا نامي شوي نامي. فبعدين اغرقت بالنوم، ما صحيت. لا امتى صحيت انا بالضبط؟ تقريبا على قبل الساعه 11 صحيت. شوفوا لي اللمعان، لك شوفوا لي اللمعان. ايه ها، صارت الرؤية واضحة. والله العظيم كنت اطلع هون ما اشوف مغبش، ما اشوف منيح. هلا شوفوا النظافة والقطافة. شوفوني هون، شايفين؟ لك صارت الرؤية واضحة. تقول كانت عدسة ومغبشة. ايه ها، هيك النظافة والقطافة. يا عيني، يا سلام. انبسطت، حسيت ارتحت نفسيا. يا عيني على البلور الملمع. شوفوا يا عيني. شايفين هون لهلا بتضل الشمس جاية على البرندة. يعني انا مثلا اذا بدي اصحى على شكله عم يشتغلوا جيران. يعني انا اذا بدي اصحى مثلا على الساعة 9 الصبح اشرب القهوة، بيكون شوفوا لسه في شمس. فهلا بتبلش بتروح بعد الساعة 1 بتروح الشمس كلها. فأنا شو قلت، هيا خليها مثلا قعدة بعد الظهر أو بالليل إذا بدنا نسهر، نشغل هون شي على التي في، نسهر برا. يعني هلا الأجواء حلوة، فلازم هون بالأجواء الحلوة نكسب أي لحظة وأي وقت نقعد برا، لأنه كتير هلا حلوة الأجواء. أخيرا حتى غرفتي النوم، هي أنا ممكن نايمة فغرفتي مسكرة. خليني أفتح. اتصل فيني عصام قال لي نور جايب لك معي فلافل مشان ناكل انا وياكي. ضحكني. قلت له جايب قراص ولا ساندويش؟ قال لي لا قراص، لانه انا ما بحب الساندويش لما بجيبه ديليفري. امبارحه بالليل هي مو انا قلت له جاي على بالي اتعشى فلافل وهيك، فهو ما كان جاي على باله. قال لي طيب خليني اجيب لك ديليفري اذا انت بدك تاكلي. قلت له لا ما بدي خلص، لانه انا صراحه ما بحبه ديليفري اذا ساندويش. فالمهم قلت له، قال لي اجيب لك؟ قلت له لا خلص ما بدي، وخليني انام خفيفه احسن ما اتعشى فلافل انتفخ بالليل. فهلا جايب لي معه فلافل مشان نفطر انا وياه، مو شافني جاي على بالي فجاب لي. طب شعراتي هيك على السريع. فانا بدي انزل هلا اجهز، لانه جايبهم قراص مو ساندويش. على فكره هيك اطيب، اذا انتم بدكم تجيبوا دليفري فلافل جيبوهم قراص وانتم سووا الساندويش بالبيت، هيك الفلافل بضلوا بيقرمش. طلعت جمعت بمكان بس يطلع له بقى تحكي معهم شيء. عرفتي؟ خلينا يشتغلوا بعدين على راحتهم، لانه هي الصوفة والله على الدرج من طال الساعة. هن فصلوها تفصيل. الشركات بتسوي ستاندر مشان يطلعوا بالاسانسير، عرفتوا؟ فهن ما شاء الله عليهم مو ساكنين بشقة وراحوا فصلوا صوفة تفصيل، فهي بدها مدخل فيلا. ما اجت بهن يعني. ما رحت لك ولا من هون متلبكين يطلعوها من هون؟ هلا هون متلبكين يطلعوها. والله هون لبكة. هلا عصام الشغل القهوة بخلص والناس يكونوا ما طلعوها. والله لبكة ها.
هيك كيف لك تاكلي اليوم؟ حبي انا هذا الحكي اللي بحبه. ايوه حزرش. ماما. لا، بالنسبه لماما راحت ماما. انا بوصل لك اياها بتكون هي بس تتامن هذا غلط. بالنسبه لماما يعني سوسة عم تقول بدها تأمن على الأغراض هدول يحملوها هلا تعبي السيارة بعدين فينك انت توصليها لعندي. ماما شو جاب لك تاكلي اليوم؟ شو جاب لك تاكلي اليوم؟ بلا اقترحي علينا. اقترحي علينا شيء أكل مشتهيتيه انت. اللي بالك أحلى شيء امبارح ما انت بتقولي بابا والله حاجة انت لحم وشحم هلكتنا. نباتي عن جد منيح ما حدا عندك البيت نباتي. حبي ما فيهم كلهم خرطشة معودة من الصغر انا. والله انا حتى قدومه وليومه كان بعمرهم 6 شهور حاول طعميهم. خليهم حبي بتقوى المناعه كله اكل صحي هذا مفيد كولاجين طبيعي مو مثل الكولاجين تبع نوش العسل. بدنا نقعد بدش نص على هي حبي لاكل هلا ما طلعوا من برات البيت شوفوا هلا ما طلعوا من هون برات البيت وينهم؟ ليكم هي اللبكه هي والله مثل ما قلت لكم اللبكه كثير لازم نظبط قعدتي صار يجي انا فايق من الساعه 7:30 الصبح. ما شاء الله ايه والله